تعالوا نحكي عن حكاية منى اللي بدأت مشروع صغير للحلويات من بيتها. في الأول كانت بتبيع للجيران، وبعدين عملت صفحة على انستجرام، ومعها شوية تدريب على التسويق وتكلفة إنتاج مظبوطة بقت بتستقبل طلبات بالجملة للمناسبات. أهلا بيكم، أنا عز الغريب، ودي حلقات ايكونومكس 101. منى نموذج مصغر لقصة اقتصادية كبيرة. المشاريع الصغيرة بتمثل شريان الاقتصاد في دول كتير، لأنها بتخلق فرص عمل وبتدفع الضرايب وبتقلل البطالة وبتمد السوق المحلي بمنتجات متنوعة. بس عشان المشروع الصغير ينجح محتاج 3 حاجات اساسيه: تخطيط، تمويل، ودعم. التخطيط هو انك تعرف تكاليفك وهويتك وهتنافس ازاي. التمويل ممكن يكون من مدخرات شخصيه، قروض صغيره، او حتى مستثمرين. والدعم ممكن يجي من الدوله او حتى تدريب او مسرعات اعمال. التكنولوجي لعبت دور ضخم في دعم المشاريع الصغيره. دلوقتي اي حد ممكن يعمل اعلان من موبايله او يوصل للعملاء بتوعه سواء على فيسبوك او تيك توك. المشاريع الصغيره مش مجرد حلم فردي، دي اساس التنميه المحليه، ونجاحها هو نجاحنا كلنا. اعمل منشن لصاحب مشروع صغير تعرفه وخلينا كلنا ندعمه.